حاول أن تكون مسليا. بعض الأحداث العادية قد تصنع قصصا مسلية، كأن يشارك ابن عمي وابن عمي مع مئات الآخرين في معركة ويقتل الاثنان، ويحصل كلاهما على لقب شهيد، ويدفنان معا في مقبرة العائلة رغم أنهما تحاربا في فريقين مختلفين. هل ما زالا يتعاركان في قبرهما؟ ليس هذا سؤالا مضحكا، ولم تعد هذه القصة مسلية بالنسبة لي. هل هي كذلك بالنسبة لك؟ قصة والحكاية تاني دي شغلتهم، وده سؤاله المهم، سؤاله الأساسي. حدوتة، قصة، حكاية، وهنا بندور على مش هقول فنية القصة. اللي يعنيه ان هو مش الناس اللي اقتتلت، مدى ان تكون القصة فنية. الطرح الفني سؤال عنه رغم الدم ورغم الموت ورغم عبثية المشهد بيتجاوز الأزمة الأخلاقية اللي ممكن يصيرها اقتتال طرفين، وبيتمثل بالسؤال حول مدى فنية سرده. هو أنا بعرف كويس والحكاية هل تكون مسلية ولا لأ. أظن إنه عاوز يواجه قبح العالم فبيسخر منه أو بيرتدي السخرية أو بيشغل نفسه بسؤال قد يبدو إنه طرف شوية ومن قبيل الطرف شوية، حين من حين التوافق اللي قال بطريقة علشان يحمي نفسه من بشاعة العالم، وكأنه بيتدثر بحكاية أو بيحتمي بيها، يعني بيختفي من وراها من القبح اللي حواليه. أظن ما كنت القحبة التي مطت ضحكتها اللاذعة وهي تشير إلى ذيلي لم تكن قد رأت ذيلها بعد. تركتها تبكي وسرت في شوارع ماكوندو الجديدة لأتأكد أنني لست شاذا. اللي أرى 100 عام من العزلة هيفك شفرات القصة ديت. ده سرد على السرد، وبقيت أسأل نفسي طب القارئ اللي ما تعرضش ل100 عام من العزلة كان ممكن يكون تلقيه إيه من النص ده؟ وبسأل حضرتك، هل حضرتك بتفكر في قارئ لسه ما صادفش يعني مفتاح الخرايط بتاعك؟ هي القصة دي بالذات كانت تنفيذ. يعني أنا بنتي من سنة حطت صورة لماركيز على صفحتها على الفيس وهو مطلع لسانه وبتقول ده الراجل اللي مطلع عينينا اليومين دول، لأني كنت بحول 100 عام من العزلة لمسلسل إذاعي أذيع في رمضان الماضي في البرنامج الثقافي. ويعني ده الحاجة اللي كل الناس قالت ده جنون، العمل ده لا يحول إلى إذاعة. فاشتغلت فيه أنا والمخرج صديقي محمد خالد، اشتغلت عليه. تخيلي انك شغاله بتكتبي 30، يعني الاول انك ازاي تحوليه اصلا اذاعه وانت مخرجه وعارفه، وبعدين تكتبيه 4 مرات ال 30 حلقه، والمره الخامسه اللي هي ايه التظبيطات الاخيره. فخد مننا حوالي 4 شهور شغل، يا اما في بيتنا يا اما اخد اجازه من شغلي واجي اقعد مع محمد في بيته في اكتوبر لوحدنا. فيعني في البيت عندي كانوا اتجننوا مني، فيعني كنت عايز اقول لهم الدنيا يعني. فدي طلعت كده على هامش المأساة اللي عشت فيها 4 شهور من المسلسل ده. بس الحمد لله يعني لما اتعمل كان الناس اللي اشتغلوه يعني محمود الحديني وسوسن بدر والناس دي كانوا مبسوطين بيه. واللي بسطني اكتر انه بناتي بقى اللي كانوا وام ومراتي اللي كانوا متضايقين من ال4 شهور التوتر اللي عاشوا معايا فيهم استمعوا للمسلسل اول 3 ايام مجامله ليا، وبعد كده بقوا بيتابعوا المسلسل. هم خلاص بقوا بيتابعوه، لو فاتهم الحاجه يدوروا على الاعاده وكلام من ده يعني. فعرفت انه خلاص يعني في حاجه طلعت كويسه. وبعدين مجدي صابر اللي هو كان قاعد مع مدير الاذاعه فبيقول له احنا بنعمل 100 عام من العزله، قال له لا ما تفكروش تعملوها دي، ما ينفعش تتعمل، قال له دي بتتذاع بالفعل. فقلت خلاص كده يعني عملنا حاجه كويسه يعني. فدي كانت على هامش التوتر ده.